السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في افضل صحة واتم حال. انا حابب النهاردة اتكلم معاكم عن عطر من العطور المميزة، بس مبدئيا خليني اقول لكم انا محمود جمال، ودي قناة كفيل عطور، بيت كل محب للعطور. بحاول ان انا من خلال القناة دي اشارككم تجاربي في عالم العطور، وانقل لكم تجربتي مع كل عطر بيمر عليا، واتكلم فيه عن الاجواء اللي تقدر تستخدم فيها العطر، وادائه، والمناسبات اللي ممكن تستخدم فيها العطر. خلينا نبدأ نتكلم على عطر النهاردة. عطر بولجاري مان وود إيسانس. ده واحد من العطور الرائعة جدا. مكونات العطر افتتاحية بتشم فيها السويت سيترس أو الحمضيات الحلوة، مع رائحة قشر الليمون والكزبرة. بعد كده بينتقل معاك في قلب العطر، تبدأ تشم أشجار السرو مع رائحة الفيتيفر، مع رائحة خشب الأرز. قاعدة فيها البنزوين. البنزوين ده بيدي رائحة شوية بلسمية للعطر، هو مصنف من الراتنجات، بيدي رائحة بلسمية للعطر. طيب، خلينا نقول إن عطرنا النهاردة بيجسد، يعني كأنك كده ماشي في غابة من الأشجار، وأثناء هطول المطر. شوف، تخيل معايا الرائحة اللي موجودة في المكان ده هي اللي موجودة داخل هذه الزجاجة. طيب، مبدئيا العطر أنا بشوف إن هو ينفع كاجوال وينفع رسمي. طيب، مناسب لأي فصل يا محمود؟ أنا من وجهة نظري إن العطر ده مناسب لكل الفصول ما عدا وقت الصيف بالنهار، فده تقدر تستخدمه أثناء فترة الصيف في السهرات المسائية. طيب، خلينا نتكلم على أداء العطر. أنا بشوف إن أداء العطر من ناحية الثبات 10 ساعات كويس، حلو جدا، ثبت معايا لمدة 10 ساعات وكنت شامه على الملابس بشكل واضح. طيب، الفوحان وده اللي بيهم الناس كلها. العطر ده في الغالب بيديك فوحان من ساعة ونص لساعتين على أقصى تقدير، وأنا بشوف إن برضو العطر على قد سعره أداؤه حلو جدا. أتمنى إن انتوا تجربوا العطر، واللي ما جربوش يجربه، واللي جرب العطر يقول لي رأيه فيه إيه. وأشوفكم على خير، ويوم جديد وعطر جديد.